حياك الله أخي سلطان وحيا الله بالجميع. أخي سلطان، أشرت هنا إلى عبوة تقول أنها منشطة للملكة ووضع البيض، وأنت عندك وضع شح. تقول للمراعي أن في عندي النحل ضعيف وما في حضنة والمرعى شحيح، ما هي البدائل؟ هل هذه المادة تنفع؟ طبعا أجابك أخونا محمد المصري إجابة كافية وافية ما عليها تعقيب ولا زيادة. لكن أنا بدي أضيف نقطة ثانية كمان أخ سلطان. لو جينا على أخونا سلطان مثلا أو أي شخص بده يتزوج يعرس، يعني الخميس القادم إن شاء الله، إن شاء الله الله يفرح اللي ما تزوجوا ويثني للي تزوجوا كمان. يوم الخميس بده يتزوج إن شاء الله على بركة الله وبالتوفيق للجميع. اجينا منعنا الأكل عن العريس، أعطيناه بس يعني فقط مقننات بسيطة من الأكل وعيشناه على الإبر. هل العريس هذا بيقدر يقاوم؟ وانتم كبار كلكم تعرفوا يعني. خلينا نعتمد الإبر له. هل الإبر راح تجيب نتيجة؟ شو ما كانت تكون، لو كانت إيش ما يكون المواد، مستحيل. شهر زمان والأخ العريس بفيز بعيد، بروح يدور له على خال يرتاح عنده أسبوعين. وين رايح يا عريس؟ بقول رايح رايح أزور خالي. هلا طلع لك خال؟ ما هو بده خلاص بده يروح يرتاح يريح. فإذا أخي سلطان والإخوة جميعا، لا منشط للنحل إلا المؤثرات الطبيعية: مناخ جيد، غطاء نباتي جيد، إدارة علمية معرفية. هذا هو الأساس في العمل في النحل. كل ما تبقى من هاي الأمور اللي تشوفها كلها، والله لو قالوا صنعها جورج بوش نفسه ما بثق فيه. أنا بثق في مناخ ومرعى ثم الإدارة. مين ما يقول ومين ما يكون. فغير المؤثرات الطبيعية لا مجال لنشاط النحل. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياك الله أخي هيثم وحيا الله بالجميع. الله يعطيك الصحة والعافية. أخي هيثم تقول: هل يتغير لون الملكة مع تقدم العمر؟ يعني لونها كما هو بعد سنة أو سنتين؟ وأيضا هل يتغير لون الملكة بعد التلقيح أو لمعانها؟ وكم هي الفترة الكافية للحكم على الملكة؟ شوف سبحان الله. عفوا، النحل كائن كبقية الكائنات. لو ضربنا مثلا على بنت صبية ما تزوجت، قبل الزواج احكم عليها من الأمور الشكلية المورفولوجية. بعد الزواج بشهرين اعمل تقرير عنها. بعد الزواج بسنة ونص اعمل تقرير عنها. سنجد هناك تغيرات في الجسم. كذلك الملكة نشوفها تفقس أول يوم، أثناء الفقس يكون لونها فاتح كتير، حتى لو كانت من النوع الأسمر أو السكني أو الأصفر، عند الفقس يكون لونها فاتح كتير. تبدأ في اليوم الثاني والثالث والرابع الأسبوع يتغير لونها إلى الإغمق، تكون غامقة، تصير لونها قاتم شوية نوعا ما. وضع الملكة بعد العمر أيضا تلاقيها بعد السنة الأولى أيضا يصير فيه اللون قاتم شوية نوعا ما، يتركز اللون أكثر في الملكة يعني. فهذا التركيز وارد يعني، لكن ما تتغير الملامح وما يتغير لونها، لا أبدا، مجرد أن اللون يصير قاتم شوي. طيب نرجع للشق الأخير، هي كم هي الفترة التي يمكن الحكم على الملكة بها؟ طبعا الحكم الآني أو الظرفي أو اللحظي لا يجوز طبعا أن احنا نحكم على الملكة في ظرف ما، لابد أن يكون فترة النشاط. يعني مثلا ملكة عندك في آخر الخريف وتلقحت، أحكم عليها؟ لا، أحكم عليها في موسم نشاط، يكون في يعني مناخ جيد وفي غطاء نباتي جيد، تكون الأمور تمام، هنا يتم الحكم عليها مقابل قريناتها في المنحل في نفس الموقع الواحد. حياك الله، وإن شاء الله أكون غطيت تساؤلك. أي تعقيب أي شيء تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عدنان وحيا الله جميع الإخوة. أخي عدنان لك مداخلة هنا، لكن تفضلوا الأساتذة الأجلاء بالمداخلة فيها، فلا تعقيب على ما تفضلوا. جزاهم الله عنا كل خير. أستاذنا الجليل الدكتور باخمسة الفاضل جزاه الله عنا كل خير، والأخ البشمهندس عصمت الشافعي جزاهم الله عنا كل خير. طبعا أخي عدنان، أشرت هنا قلت أنك كنت في جدال بالأمس، صار جدل مع مهندس زراعي في منطقتكم عن علاقة النحل وشجرة أو نبتة البسباس أو الفلفل الحار، حيث قال المهندس الزراعي أن النحل يؤثر سلبا على أزهار البسباس أو أزهار الفلفل الحار، مما يؤدي إلى ذبولها وسقوطها، وهذا السبب الرئيسي في قلة الإنتاج. طبعا أخي الكريم، يعني بداية نقول لأخونا المهندس الزراعي سامحك الله. هذا الأمر
فهنا أخي عدنان نقول لأخونا المهندس الزراعي سامحك الله على هذا التوقع أو هذا الاحتمال، لأن هناك احتمالات كثيرة جدا هي التي تخص في ذبول الأزهار وتساقطها وحتى تساقط أوراق الفلفل. طيب، عندما ننظر إلى الفلفل من البداية نجد أنه يصنف من الخضروات ضمن العائلة الباذنجانية، سواء كان الفلفل الحار الأحمر أو الأخضر، الحار أو الحلو، الباذنجان، البندورة، توميتوم، هذه تعتبر كلها من العائلة الباذنجانية، وتصنيفها كما قلت هي من الخضروات. نباتاتها بسيطة، تتجاوز يعني طول أو ارتفاع النبتة عن الأرض 50-60 سنتي. هناك أنواع أخرى تكون متسلقة على أحبال، على خيوط، تختلف النوعيات أو السلالات. تزرع على عروات في السنة، من عروتين إلى 3 عروات، عدا الأوقات اللي هي بها صقيع أو بها ارتفاع درجات حرارة عالية. تزرع في الأراضي المعتدلة جيدة الصرف، التربة الجيدة الطينية أو النصف طينية، تجود فيها زراعة الفلفل أو الباذنجان أو البندورة اللي هي الطماطم. بالتالي هنا عندما ننظر أيضا إلى موضوع أزهار نبتة الفلفل، نجد أن أزهارها موزعة على أفرع الشجرة في شكل عناقيد، ليس غزيرة، يعني 3-4 أزهار على فرع، والفرع هذا عليه 3-4 أزهار، فنجد أنها موزعة على أفرع الأشجار النبتة. من حيث التلقيح نجد أن زهرة الفلفل هي خلطية التلقيح، ذات التلقيح الخلطي، وليست من ذوات التلقيح الذاتي. فبالتالي هذه أزهار الفلفل هي بحاجة ماسة إلى زيارة النحل والحشرات لها حتى تساهم في عملية التلقيح. يعني وجود النحل هو مصلحة في مزارع الفلفل أو الباذنجان أو البندورة أو محاصيل كثيرة. غالبية يعني 90% أو 95% من النباتات يحتاجها النحل، والنحل يحتاج النباتات، إلا في بعض المحاصيل أو بعض الأشجار من الحمضيات لا يرغب المزارع في اقتراب النحل منها، نظرا لإحداث مبذور في البرتقال اللي هو البرتقال أبو صرة عديم البذور، أو لأن النوعيات اللي عديمة البذور تواجد النحل يجعل هذه الثمار بها بذور، فتقلل من جودتها في عمليات التصدير. طيب، نعود إلى مربط الفرس الذي يقول أخونا المهندس الزراعي أن النحل يتسبب في ذبول وتساقط الأزهار. نجد أن هناك عوامل كثيرة مؤثرة في عملية ذبول وتساقط الأزهار عند نبات الفلفل، منها عوامل خارجية ومنها عوامل داخلية. عوامل خارجية تخص البيئة، رياح شرقية جافة، هذه أيضا تؤثر في تساقط الأزهار، ارتفاع في درجة الحرارة، صقيع، شدة الرياح، هذه أيضا تساعد في تساقط أزهار الفلفل، وكثير من النباتات أيضا تتعرض لهذا الأمر. طيب، نعود إلى أسباب داخلية. أيضا نجد أن الأسباب الداخلية تبدأ من مياه الري، نوعية مياه الري لها دور كمان أيضا في عملية الأزهار وحتى النمو الخضري للنبات. يعني أحيانا نلاحظ أن هناك تساقط في أوراق الفلفل إذا كان هناك إشكالية في التربة، في ملوحة التربة وفي مياه الري، نجد أيضا هذا المشكلة. إذن هذا عامل أساسي أيضا يؤثر على تساقط الأزهار وتساقط الأوراق. أيضا موضوع الصرف الصحي أيضا له دور كبير جدا. إذا كانت الصرف الصحي رديء ومستوى الماء الجوفي مرتفع في التربة والفراغات الهوائية قليلة بها، اللي هو الوزن الجزيئي للتربة، فأيضا هذا يؤثر. أيضا نعود إلى أمر آخر أيضا، هو احتمالية حدوث تعفنات عند الجذور، سواء كانت من قوارض، يرقات قوارض، أو حفرات صغيرة من الحشرات هي تقرض كمية من جذور أشجار نباتات الفلفل أو البتنجان أو حتى البندورة أيضا يعني. فبالتالي هي تساعد على تساقط الأوراق وتساقط الأزهار أيضا في نفس الوقت. نسبة الضوء والحرارة المعرض لها، نجد أن النبات الموجود في الظل سهل جدا تتساقط أزهاره،
ويطول حجمه نوعا ما، وتتساقط أوراقه وتكون مصفرة بها الإصفرار. أما النبات الذي يأخذ حقه من الضوء يتم به عملية التمثيل الضوئي كاملة، فيكون نبات صحيا جيد ما عليه أي إشكال. أمور أخرى أيضا متعلقة بالتسميد، سماد غير مناسب، جرعة سماد زيادة أيضا تؤثر. الإقلال من تقليل الأسمدة الفوسفورية بالذات، يعني إذا كان النبات ما أخذ حقه بالسماد الفسفوري تكون الثمرة ضعيفة، لأن السماد الفسفوري هو الذي يدعم الأزهار، السماد النيتروجيني هو الذي يدعم النمو الخضري مثل اليوريا ونترات النشادر وما شابه ذلك. فهناك أمور. نعود إلى أمر آخر أيضا، ممكن يكون هو استخدم أي مواد رشها، أي مواد ثرمونية، هرمونات للأزهار، فكانت النتيجة عكسية تسبب في ذبول وتساقط الأزهار. أما النحل هو بريء من هذا الأمر تماما كبراءة الذئب من دم يوسف. فتواجد النحل هو مفيد في هذه المزارع، ولا داعي أبدا أن أخونا المهندس يعلق أن سبب ذبول الأزهار وتساقطها هو النحل. النحل ليس له علاقة بهذا الأمر، بالعكس تواجد النحل هو يحسن من الإنتاجية ويزيدها. حياكم الله، وإن شاء الله أكون غطيت سؤالك أخي عدنان. أي تعقيب أي شيء أنا حاضر تحت أمرك، وشكرا للأساتذة الأجلاء المتدخلين بهذا الأمر. إذن أخي عدنان والإخوة جميعا، كما تحدثنا عن موضوع أخونا المهندس الذي يقول النحل له سبب أو له دور في تساقط وذبول أزهار الفلفل. إذن الإشكالية هي تكمن في خلل في إحدى المعاملات أو البيئة الخاصة بزراعة الفلفل، سواء كانت التربة، سواء كانت التسميد، سواء كانت مياه الري، سواء كانت مدة التمثيل الضوئي عند النبات. لأنه زهرة الفلفل هي من الأزهار الخلطية التلقيح، تحتاج إلى النحل، تحتاج إلى الرياح، تحتاج إلى التدخل اليدوي إذا كانت العدد النباتات قليلة. مثلا ناس في واحد زارع مثلا في البيت نبتات فلفل في أصص، يقوم بعملية التلقيح باستخدام فرشاة ناعمة وملامستها بالأزهار، وينتقل بين الزهرة وأخرى كما تنتقل نحل العسل أو النحل الطنان، كي يقوم بعملية تأبير أو تلقيح هذه الأزهار. فلذلك يعني رسالتنا لأخونا المهندس الزراعي نقول له حياك الله وبارك الله فيك، لكن نرجو منك إعادة النظر في هذا الأمر، وأن تبحث في جهات أخرى أو في أسباب أخرى، لعل وعسى تجد السبب عندك خاص بالتربة، خاص بنسبة الري، زيادة الري، قلة الري، اختلافات في التسميد، اختلافات في مواد ترش على هذه النباتات أثناء تزهيرها أو كذا. فإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل عليه الأمر ويفتح عليه ويجد السبب، حتى لا يعلق سبب هذا ذبول الأزهار وتساقطها من النحل، سواء كان نحل العسل أو نحل الطنان. لو قال نحل الطنان نقول ماشي، فيها وجهة نظر، لأنه وزن النحل الطنان هو أثقل من نحل العسل، فعندما تهبط نحل الطنان على الزهرة تهتز منها. لكن عموما إذا كانت الزهرة قوية من الأساس وعلى نبات قوي وبنيته قوي ونبات صحي لا تتأثر ولا تسقط الزهرة. أما إذا كان النبات ضعيف هزيل يعاني من نقص كثير جدا، نواقص في المواد الغذائية، فبالتالي الأزهار هي معرضة لعملية التساقط حتى بمجرد الهواء. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا وشكرا. حياك الله أخي عدنان وحيا الله بالجميع. تقول حسب كلام الأخ المهندس، يقول أنه هناك مادة شديدة الحلاوة داخل الزهرة تجذب النحل، فالنحل يقوم بامتصاص هذه المادة مما يسبب اصفرار الزهرة ثم سقوطها، وهذا ما رأيت أنه يخالف الصواب. بالفعل أنه يخالف الصواب، لأنه كل الأزهار هي، وطبعا أخي عدنان هو المفروض كونه مهندس زراعي لازم يعرف إيش المادة الحلوة هاي. هو يقول إن في مادة حلوة والنحل بيمتصها، لازم يكون هو عارفها. يعني المادة الحلوة هي عبارة عن الرحيق، والرحيق هو الذي يتم تغذية حبة الطلع عند الإخصاب مع البويضة ويتم عقد الثمار. فكل الأزهار فيها مادة حلوة. إيش هو الرحيق اللي بيجمعه النحل؟ رحيق الأزهار. كل الرحيق أغلبه هو يعتبر مادة حلوة، بها نسبة عالية من السكريات، بها نسبة ماء، بها فيتامينات، بها العديد من المواد، وهي التي يجمعها النحل، ثم يتم إيش تحويلها إلى العسل من خلال العاملات. فيعني أنا غريب، يعني أستغرب من كلام الأخ إنه يقول لك في مادة حلوة والنحل بروح عليها. طب ما كل الأزهار فيها رحيق، أغلب الأزهار فيها رحيق، 90% من الأزهار فيها رحيق، عدا الأزهار اللي هي غبرية 100% مثلا. يعني
أما غالبية الأزهار لابد أن يكون فيها رحيق، والنحل طبعا يذهب إلى الرحيق. وهنا المصلحة مشتركة، مصلحة مشتركة بين النحل والنبات. النبات بحاجة إلى النحل، والنحل بحاجة إلى النبات. فيعني أخونا الله يهديه ويبارك فيه، وبلغه تحياتنا وقل له ابحث وأعيد النظر، نرجو إعادة النظر في هذا الأمر. وإذا أمكن تسمعوا الملفات، سمعوا الملفات عادي. إذا عنده أي استفسار بنضيفه معنا وبنتناقش معه، يعني هنا ما في أي مشكلة. حياك الله.